السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل سلطة. لا مش هنعمل سلطة، هنعمل ممبار. هنقطعه زي السلطة بالظبط، هنقطع البصلاية زي السلطة بالظبط، والطماطم وشبت وبقدونس وكزبرة خضرة يعني. وتحطي بقى الرز حسب الكمية، حسب الكمية اللي عندك، وكتري القوطة كده عشان يبقى احمر وحلو. هننزل عليه بقى ملح، شوية ملح، توم باودر وبصل باودر، آه شوية فلفل اسمر وبهارات وكمون، حبة صغيرين قوي، جنزبيل برضو باودر، وسنة قرفة صغيرة عشان الضغط. كل ده بقى هنقلبه كده مع بعضه، وننزل عليه شوية زيت عشان الزيت يخليكي وانتي بتحشيه يجري معاكي، وفي نفس الوقت يخلي الرز مفلفل وحلو. هنقلب كل ده بقى مع بعضه ونبتدي حشو. واحنا بنحشي هنكون مجهزين حلة فيها شوية مية كده تغلي، معاهم بقى حبهان بقى وورق لورا يكون في المية. هنبتدي بقى نقلب كل ده مع بعضه كده. التوابل والحاجات دي بتخلي الممبرايه ليها طعم، وانتي بتاكليها كده بتبقي ماسكه الممبرايه مش عايزه تسيبيها. هو جمال الممبار في التوابل والحاجات اللي انتي بتحطيها دي. هتبتدي بقى تقلبي وتكوني غسلاه غسله حلوه، نقعاه بخل، شويه ملح، ولو عندك شويه دقيق بيضيع الزفاره وما يخليش في الممبرايه اي زفاره. نبتدي بقى نحشي كده. واحنا بنحشي احنا اتفقنا ان احنا مجهزين الميه على نار هاديه. انا كده عامله لكم سمين، بس الحلقه دي ممبار، والحلقه الجايه ان شاء الله هنزلها لكم سمين، طريقه عمل السمين والحاجه مسلوقه ازاي. بسم الله ما شاء الله. انا بعمله، بصي بعمله كله مع بعضه وارجع اقطعه. لو انتي حابه تقطعيه قبل ما تحشيه عادي، بس اهم حاجه الممبرايه تكون قليله يعني ما فيهاش رز كتير عشان ما تفرقعش منك. هنبتدي، بصي انا غليت الميه اهي، غلت. هنزل بقى ممبرايه امسكها من الطرفين وافضل حطها في الحله كده، بصي شويه لحد ما تعملي لنا النص دايره اللي هي شكله الممبار. حطينا شويه ملح في الميه دي عشان خاطر يخلي الممبار كده طعمه حلو، ما يبقاش دلع كده وملوش طعم. بسم الله ما شاء الله. يا رب الطريقه تعجبكم، انا هحاول اختصر لكم على قد ما اقدر. ان شاء الله ان شاء الله هتعجبكم. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه. يا رب تكونوا بتستفيدوا مني، واحلى سمين بجد لو جربتوه هتدوقوا مني احلى سمين. انا هنزلكوا السمين في الحلقه الجايه بسم الله ما شاء الله. بجد هيعجبكم يعني ما شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.